المهم بقى اللي انا جاي لك عشانه. لا خليني اقول لك انا بقى الاهم. التناية تقربت يا مختار السنه دي وهتبقى على ايدي. كان غيرك اشطر. انا من بدري كنت ممكن افعصك تحت جسمتي، بس انا بقى مبسوط باللعب معاك. انا اللي ما بيني وما بينك دم مراتي روح، وتبقى عبيط لا فاكر ان انا اسيب حقها. موافقك، بس مش لو روح ماتت. روح لسه عايشة وانا اقدر ارجعها لك تاني. صادق طلع عايش وروح كمان عايشة. في جثتين اتحطوا مكانهم في العربية. ما انا كان لازم يفضل معايا كارت انزل بيه في الوقت اللي انا بحبه عشان انهي الجيم بمزاجي. الكلام اللي انت بتقوله مستحيل يكون حقيقي. استنى انت يا حياة، لو اللي بتقوله صح خلينا اشوفها. نتفق الاول. موافق على اللي انت عايزه من غير ما تقوله. موافق على ايه يا علي؟ مش لما تعرف الراجل ده عايز يدبسك فيه الاول؟ شاطر يا صفوان، فعلا لازم تعرف انا عايز ايه الاول عشان تنفذ صح. يخلص ماتش بكره تخسر وبعدها تشوف روح، ولو عملت عكس كده يبقى انت اللي حكمت عليها بالموت، والمره دي بجد. استني بكره ردك، وانا عارف انك هتختار صح. ما تصدقهوش يا علي، الراجل ده بيلعب باعصابك. انا فعلا بلعب باعصابك، حتى شوف كده. مختار بيه، انا اشتريت منك والعب على كل اللي معايا واحطه على الترابيزه، ويا كسبت كل حاجه يا خسرت كل حاجه، واولهم روح. اوعدك بنهايه زي اللي بتشوفها في الافلام السعيده. سلام يا كابتن. هل انت مصدق الكلام ده؟ اخته عايشه؟ انا ما كنتش مصدق لحد ما شفت الفيديو. لا، الذكاء الاصطناعي ما خلاش حاجه. دي الحاجات دي اسهل حاجه انها تتفبرك وتبان حقيقيه. بس في احتمال حتى لو بسيط انها عايشه. ما ينفعش تتخلى عن روح. اسمع صفوان، احنا لازم نلعبه زي ما بلعبنا. مفيش حل قدامنا عشان نخرج من المغرز اللي احنا فيه ده غير ان احنا نوصل لمكان روح وننقذها. هنعرف مكانها منين؟ لازم نعرف المكان ونوصل له. انا لو ضمن مختار السنه دي كنت خسرت ولا يفرق معايا، بس مختار ممكن يغدر بينا. حتى لو عملت له اللي هو عاوزه ممكن يقتل روح لو هي عايشه. اسمع، احنا لازم نحاصر مختار السنه دي ونمشي ورا خطوه بخطوه. اكيد هو او اي حد من رجالته هيروحوا المكان اللي فيه روح. لازم نوصل لها وننقذها.